كيف بدك تعرف مكانة سوريا يا غالي؟ عند اخوتنا العرب والاتراك. شو في دلائل هيك؟ شو في واضح؟ وهالشيء هذا بيطمن او لا؟ قبل ما نبلش ندرس الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم والدعاء لاخواننا بغزة وبالسودان وكل البقاع المظلومة يا رب. المتابع للشأن الدولي بيلاحظ ما في نهار بيمر، ما في نهار بيمر الا بنلاقي خبر حلو، خبر ايجابي عن دعم وحده سوريا، عن دعم استقرار سوريا. طبعا ما عم احكي عن امريكا، امريكا الكلام المعسول الالم ما بيسمن ولا يغني من جوع. الامريكا تحصيل حاصل، كنت قوي تحترمك، كنت ضعيف ما بتشوفك نهائيا، بالعكس بتشوفك غنيمه لقمه سائغه. بنشوف اخواننا العرب الحمد لله كان بالمملكه، شوفوا هلا اللقاءات الحمد لله بنيويورك مع القاده العرب، بتلاحظ انه عن جد الاخوه العربيه من اول التحرير لهلا واضحه وظاهره 100%. شوف اخواننا الاتراك، كمان الاتراك لهم مصالح عندنا، ما بننكر هذا الشيء، كلهم لهم مصالح عندنا، ولكن لما يوقفوا معك ما عم يوقفوا معك بس المصالح، في اخوه، في دين، في دم، في كل هالشيء هذا مرتبط مع بعضه. تلاقي الاخوه الاتراك يوميا بيشددوا على وحده الاراضي السوريه، يوميا بيشددوا على قسد، يوميا لقسد، يوميا مع اردوغان، الرئيس اردوغان مع مين؟ مع ترامب، بده وحده سوريا، بده دعم سوريا، شيل العقوبات، كل هي الامور ايجابيه جدا 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 لنا كسوريين الحمد لله. الدعم السياسي بهي المرحله، بهالمرحله هي بهالفتره هالكم سنه كثير 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 ضروري، لانك انت وحيد حياكلك الذئب الامريكي والصهيوني. كانوا معك اخوانك باذن رب العالمين، باذن رب العالمين حتصير عصي على كل الطامعين ويشتد عودك، وبعدين تصير رقم صعب جدا جدا بالسياسه الدوليه والعالميه. كسياسه داخليه الحمد لله الامور كويسه كثير كثير اكثر من كويسه، ولكن بضل الطامعين الخارجيين هن الخطر الوحيد اللي الحمد لله مع تجمع اخواننا واشقائنا عم تكون الامور كثير كثير كويسه. بتوافقوني الراي او لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات.